شوف ايش كبر تحت. شوف واو شوف واو شوف وش اللي فلت علينا. شيء مو طبيعي. انقهرت الزبده عشان ما مدانا نشغل المكاين ونلحقها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم بوخلود من قناة لوكو فريندز. في هذا الفيديو زعلان ومعصب. ليش؟ سيدة أعمال صينية جاية هنا زائرة للسعودية وتتحدانا في الصيد. في أول زيارة لها للسعودية هنا استقبلناها ورحبنا فيها وقعدنا نسولف معاها. قالت إن أنتوا إيش تسووا؟ قلنا لها والله إحنا نصيد في البحر. قالت أنا البحر لعبتي، انزلوا لي البحر وأشلخكم. فالموضوع صار بالنسبة لنا زي الاستفزاز والتحدي. على طول طبعا راشد قال لي جهز عدتك وتعال نكسر راسها الصينية. بنته من الصين تجي تفوز علينا، ما يصلح هذا الكلام، ما يصلح. انا اوريها اليوم، نوريها من اللوكو ومن المارين الشرقي. وصلنا المرسى يا جماعه، هم بانتظاري على الطراد. خذيت مؤونتنا اليوم وجاكيت لان احتمال يكون الطقس بارد. السلام عليكم. هلا وسهلا بالحبيب. هلا وسهلا. بنت تفوز علينا، ما يصلح هذا الكلام، ما يصلح. جايه من الصين وتفوز علينا، والله عيب. راعية المصنع. شوف هذا يا جماعه راية مصنع سنارات، من راية احنا نفوز عليها ما تفوز علينا. باذن الله اذا فازت علينا بنقفل المارين الشرقي. هذا يا جماعه اللي يسالني عن الطراد ما صار عليه ولا شيء، زي ما هو. تخيلوا زي ما اخذته ما تعدل عليه ولا شيء. وانا للامانه مو متحمس له لاني ابغى طراد اكبر. والله شوفوا حالته، يبي له شغل واجد من داخل من برا المكاين. حالته اي مكاين وكينه واحده بس، والله حالته حاله. للامانه قررت ابيعه واشتري طراد اكبر منه، احس اني بكون متحمس له اكثر، وطراد يكون جاهز ندخل فيه البحر على طول. يلا ما علي، الحين هذا طرادي، لكن صبروا شوي بتشوفون باذن الله طراد 90 قدم سفينة. في بشارة حلوة طبعا، هو انه نزل اول فيديو لنا في منصة 360 فيوز اللي تكلمنا عنها قبل. هي منصة رهيبة تقدر تطالع فيها الفيديوهات 360 درجة، يعني كل ما تلف الجوال انت حرفيا قاعد تشوف كل اللي حولي بدون ما انا الف الكاميرا. طريقة تصويرنا هي عن طريق الكاميرا هذه، تخيلوا ان فيها عدستين ورا وقدام وتصور كل شيء. لازم تشوفون كمية الابداع في المنصة هذه، ان انت كيف تحس انك مو قاعد بس تطالع الفيديو، انت كأنك موجود معاه. اضغطوا على الرابط اللي بحطه لكم تحت يوديكم على الفيديو اللي صورناه، واول ما يشتغل الفيديو امسك جوالك كذا بس وحرك يمين يسار واستمتع. باذن الله تنزل لكم فيديوهات كثيره على منصه 360 فيوز، راح نغطي لكم الرحلات بالكاميرا الرهيبه هذه وعلى المنصه الرهيبه. انا لو تسالوني والله مو متقبل فكره التقنيه هذه، انك كيف تصور كل شيء. حرفيا انت تقدر تشوف كل شيء، يعني انا الحين قاعد اصورك هنا، انت تقدر تطالع كذا قدامنا، تقدر تطالع ورا، تقدر تطالع تحت، تقدر تطالع كل شيء. زوروا صفحتنا وشوف الفيديو بتفهمون ايش اقصد. احسهم سووا المنصه هذه على اساس انه كيف يعيشون المشاهد مع صانع المحتوى، فحرفيا يصير يقدر يشوف كل شيء وادق التفاصيل. تحديات الصيد صارت عالمية انترناشونال، طبعا بانتظار بقية الافراد وبانتظار الصينية راعية المصنع. طبعا في هذا الفيديو ما في اي تقليل للنساء، كل الاحترام لهم، لكن احنا خبرتنا في الصيد تفوق خبراتكم. والتحدي هذا ان هي من الصين ما تعرف اي شيء عن بحرنا، فتخيلوا انها تيجي وتفوز علينا. خلاص احنا نعتزل الصيد، نروح نلعب باليه ولا اي شيء. اهو هذه سناراتنا وعدتنا جاهزة، تشك. اهو اكتمل العدد يا جماعة. عندنا حمد بيشارك معانا في المسابقة. And we got Bonnie in the house. Are you ready for the challenge? Yes. Okay, let's go. Today it's gonna be a challenge between us and you. Okay? So you have no idea about the fishing in Saudi Arabia, but we're gonna beat you today, okay? Okay. But I hope it's gonna be a fun trip. Yes, definitely. Let's go and enjoy it and try our sticks. تحتك شوف. وين ما شاء الله يا جماعة المين. بإذن الله اليوم الصيد مولع بإذن الله. طبعا اليوم بنخلي بوني تستكشف البحر حقنا وتصيد وتستمتع بالصيد بإذن الله، وبرضه بنجلدها جلد. يا شباب ترى احنا الحين طالعين نسوي نفسنا أصدقاء، بس احنا نبي نجلدها. اوكي نجلد الصيد هذه، اذا فازت علينا نعتزل، نبيع الطراد ونبيع السنارات ونبيع كل شيء. هي اللي جايبه جقاتها حلو. انا احس كذا ان احنا بنصلخ، بنخليها معاد تشوف بحر اصلا غير بحرنا. خوفك ما ترجع الصين تقعد هنا بس تبي تصيد معانا. انت ليش فيها؟ انطلقنا يا جماعه والهواء قوي، المشكله بدا يظلم الوقت. بسم الله وصلنا اول موقع الصيد. صادفنا اليوم هواء قوي، لكن الهواء هذا دائما نتفائل فيه ان الصيد يكون ممتاز. هنا الشباب قاعدين يجهزون اسلحتهم، وهنا بونيز ريدي اولسو. خل نشوف بعد. ما شاء الله سناراتها جاهزه. يلا ليتس جو راشد. يلا اطلق سناره عندك واطلق جك. ما تفوز علينا هي. ما تفوز. بوني تفوز. لا طبعا بوني لبسناه هذا لانه صار برد شوي، فالحين جاهزه لابسه التيشيرت حق المصنع حقها. يا دعم بتفوز. اوكي ليتس جو. قاعدين نطلع
جقاتها. تمام. جقات من المصنع حقها. هذا جقاتها بعد كانت جايتنا من اول. وهذه التزفيره طبعا من عندهم. هذه التزفيره هذه نفس الخذاق بريحه الخذاق، ما تحتاج لا تمسك خذاق ولا شيء، بخ عليه انتهى وروح. يعني شوف شلون التكنولوجيا تطورت بحيث انه انت ما يحتاج تجيب خذاق حقيقي، صار في ريحه الخذاق بس ترشها على الجق وتصيد. شوف اي جق اختارت بوني والجق ذا. اوه ممتاز ممتاز. خلينا نشوف. يلا قلت لك طبعا بتظلم الدنيا ولسه ما اختار جق. يلا ايش اسوي عاد؟ هذا مشكله اللي عنده جقات واجد يحتار. يلا كفو فريقنا اول خير ضربته. حلو 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 حلو. اشتغل حمد. ايه هذا الكلام. ما شاء الله بينت. ولا الجد انت استنى ارفع انا على السناره كذا. اوكي ما شاء الله. يلا تسخين عطب. يلا بسم الله بدينا الصيد. all you have to do is open this until it stops. لين ما يوقف. قاعد نعلمها بس طريقه الصيد عندنا كيف تفتح السناره لين ما ينزل الجق ويوقف. ان شاء الله نصيد اكثر منها باذن الله. ان شاء الله نصيد اكثر منها. هذا احنا الى الان فايزين، حمد صايد جد. ابو عليك ترى هذا ما يصلح بس قدامها احنا قاعدين نرفع بالجد. اقول لك صايده لو انك كبير رجلك هسوي لك كبسه. شوف هذا الكلام. كفو خلها تكح. شوفي بوني اي نعم. طبعا الراجل قاعد يكلمها عربي. هي تقول تبي تتعلم عربي. يلا بسم الله. كفو يا شوف يا خالد. وصل بديته. وصل. جاك العوض. كفو. هوب حتى حمد هنا. شكلك اللي عندك. هذا اللي عندك. شوفه. شوف اللي عندك الثاني هناك. وينه؟ يا سلام ما شاء الله. كفو يا حمد. هذا السمك. هذا السمك. وينك ابو عثمان وينك؟ شوف هي ورا سمكنا. This is our dinner tonight. يا سلام. عندك يا جماعه من اجمل الاسماك طبعا. واو لذيذ جدا. ليت كحل باذن الله. يا حمد ايش ضارب عندك؟ ايش ضارب يا حمد؟ ما شاء الله. ترتيب. جو. تكفى لا يفلت. فلت بنقطك وراه. اي نعم. ما شاء الله. عندك تخيلوا يا جماعه السحبه ذي على عندك والله. ما شاء الله. اي هذا الكلام. ما شاء الله يا جماعه. حطه جنب راسك اشوف قياس. اقول ما ادري وزنها يا جماعه فكرناها امور مكبره. ما شاء الله. كفو. ما شاء الله. كفو يا بوني. علقت مو قادره تسحب والله. يلا تسال المستير. يلا جو. ما شاء الله. شوف الكلاهه. جايه قرش يا جماعه ما ادري جد. طلع الجد تحتها. Look what happened. طلع الجد تحتها. شوف يا جماعه. شوف ايش كبر تحتها. شوف شوف جد. شوف ما شاء الله. تبون صيده. نبي ما شاء الله. شوف هنا حمد صايد بعد. يلا امسك. نزل وجهك كذا بس لا جاء لا قرب. ما شاء الله قاعد نسوي له فخ يا جماعه عشان نصيد الجد الكبير. جاء حمد. جاء بسرعه قاعد يروح. جاء قبلي وراح. والله راح يسار. اصبر. روح ورا ما يبيها. لا يب. جاء رشود والله. نزل شوف. يا جماعة والله سوينا لك كمين. شوف ايش كبره. ما شاء الله يا جماعة مو طبيعي. أكبر جد شفته في حياتي ذا. ولا والله زين ما قرم يدك ذا. ما شاء الله. ايش ذا؟ هي
كفو. فريقنا فاز. فريقنا فاز. انا اقولها من الحين. سكتناهم خلاص. يا وي وان كفو ما شاء الله. ماشي هالجد والله قاعد يسبح بالطراد خايف منه والله لا يقرمني ذا. ولا ما شاء الله تبارك الله. ضرب علينا شيء سحب الخيط كامل يمكن. تبى راشد ليفلت تكفى. راشد ليفلت بسرعة حمد بيروح بلد احلف يا عيال. ايه ما قص زين. بس وش راحت؟ هذه صال كانت؟ الا يا جماعة انا للحين منفك مخي من الجد هذا. ما شاء الله. يلا نعوض الخير. شوف يا جماعة حجمه ما شاء الله تبارك الله. Bonnie, is it the first time you see fish this big? Yes, it's my first time in whole life. اوه اول مرة في حياتي طبعا تطلع بحر تكون وتشوف سمكة هذا. شو اللي فلت علينا؟ شيء مو طبيعي. انقهرت الزبده عشان ما بدانا نشغل المكاين ونلحقها لان البكره يكون فيها 300 متر. خلاص ما باقي شيء ويخلص. كنا بنلحقها. تبي اطقها بالمنتف؟ يلا ما عليه. هذا الكلام. لا قاص دقي بعد قاص دقي ومشى. عاش يا خالد. عاش يا خالد. على كيفك. وينك انت؟ شوفها اشتقنا للشعري كله جدود وكله عندك. شوف والله. يلا اللي بعده حمى الصيد. خلها تكحل اللي ما بقول اسمها. هذه كي خالد انا اشوف انك الحين فزت والله فايزين وبجدارة. حتى هي قاعده زعلانه. ما صادت شيء. صارت بس تصورنا ما صادت. تصور الا فريقنا كل شيء الا مريم الشرقي واخذ الجبيل هنا. عاش يا حمد. كنا شعوم يا ولد السالفه. نجلس للمكان. انت بعد صوت واحد. شوف على يدك. من يلا صاد الشعريه قبلي. حمد انت ترى الحين كسرتهم. ما يبي لك انا من زمان. كسرتهم يا حمد. الحين سمعتك في الصين وين؟ حاطين صورك الحين يا حمد. وانت خلت. احنا نقفل حسابات ونمشي. اي نعم. ما شاء الله. يلا اللي بعده والله بس الحين بعدل الجق. هاي ما شاء الله. يا سلام. شوف يلبط. حجم صراحة. هذه أكبر من المقلة هذه ما نقدر. شوف راسي شوف. شفتها؟ وش هذا؟ أكبر من راسي. وشو؟ خالد سويت يا خالد؟ والله اليوم طقينا اليوم. بسرعة في نص ساعة بس. ما شافوا اللي هنا. شوف ورهم الأسد. هذا الأسد يا جماعة. هذا الأسد هنا. هذا يقدر ياكل إنسان. انت بلا ياكلك. هذا اللي صادتها هي. هذا اللي صادتها هي. بوني كود ذس فيش. صادت هذه ومبسوطة طبعا. صغيرة على قدها. ولو بالواسطة بعد مصيدينها. يا جماعة حمد صايد سمكة لكن شوف الجد ضرب عليها. غير يا الله. والله على زلفة اقول لك. والله السمكة طبعا هذه طشر زلفة اللي ضرب عليها نفس هذا. فالحين ان شاء الله انه نقدر نصيده. خلينا نصيده. والله حسافة الشعر ايش كبرت لي. يا جماعة تخيلوا ان حمد قص الخيط حقه على نيسر. يعني كان صبر شوي والله حرام. هذه سمكة قاعد يصيدها ذي. بعد بالغلط صدتها شو اسوي؟ لا عاد تصيدها. مالي الا الحين شو اسوي اخوك الجق اكبر منها. هذه فرطها بنص البحر. لا برجعها. طبعا هذا اللي صادها خالد. الحين بنرجعها بحر لانها صغيرة وحرة. بنرجع الديرة لان خلاص باني تعبت. هو جاء دوار بحر. خلاص فالحمد لله هذا صيدنا اقل من نص ساعة او ساعة. بسم الله. تكبر تصير هامور ان شاء الله يصيد جدك ان شاء الله خالد. طبعا ودنا نكمل حمى الصيد بس بوني مو متعود على طلعات البحر فجاه دوار بحر ولازم نرجع الحين خلاص. طبعا احنا متعودين عادي نقعد 3 ايام في البحر. الحمد لله على السلامة. شوف صيدنا هذا حق ابو نص ساعة. دخلتنا على السريع. شوف الجقات هذه بدعنا فيها. وهذا الوحش طبعا اللي صار انه بوني جاه دوار بحر واضطرينا نرجع فهذا صيدنا كان على السريع. اسرع شيء. بس الاهم شيء ان الصينية ما فازت علينا ولا يا شباب؟ اي نعم. بوني how was the trip? It's amazing. Did you enjoy? Yeah, really? wonderful. Rate the trip out of 10. I'm waiting for the next time. Okay, we'll see you next time. Get better. Train well in China next time, okay? اوكي الحمد لله على السلامة. نتمنى انكم استمتعتوا بالفيديو هذا والتجربة هذه. بوني كانت ضيفة خفيفة لطيفة في الفيديو هذا ونتمنى انها انبسطت وعلمناها طرق الصيد حقتنا وانه احنا رجالة البحر. هذا صيدي انا.
صيد الخان يا طقعان. صيدك اليوم؟ ايه هذا تجي انت يا ابوك وما طلعت الحين. هذا الواحد. شوفها حي للحين. ها شوفها ها شوف شوفها شوفها. سلام. هذا ثاني يا حمد هذا صيد هذا شايف سليم معاه. طبعا احنا كان ودنا ان احنا نقعد زياده، لكن زي ما قلنا الهواء، وثاني شيء ان بوني مو متعود انه تدخل بحر. يا كابتن فواز ملك الغوص. باذن الله نطلع غوص في الجبال معاك باذن الله. انا الحين طالع الحين غوص ليلي. لا ليلي عاد كذا كثير عاد. الله يوفقك ويحفظك ان شاء الله. الله يسلمك تسلم.